النهارده ان شاء الله هجي لكم بوصفه جديده لمرضى السكر والكيتو دايت. عامله لكم وصفه مشبعه جدا تنفع معاكم كمان في السحور او في رمضان بعد الفطار. جميله جدا، تقدري تاكليها مكان الحلويات. تحفه بجد، طعمها حلو وهتعجبكم جدا، وكل حاجه فيها مفيده. اول حاجه هجيب معايا معلقتين شوفان، هحطهم في قلب بوله او كوبايه، وهحط عليهم بذور الشيا. ولو عايزين تبحثوا عليها على الجوجل هتكتبوا بذور الشيا وهتطلع لكم من كل فوائدها. بجد جميلة جدا وبتمتص اكبر كمية من المية في الجسم. وهحط عليها معلقة قرفة صغيرة، والقرفة دي حسب ذوق اي حد يعني بياكل القرفة. ممكن تحطي اكتر من كده او ممكن تحطيها زي ما انا حاطة كده كمية قليلة. هقلب الخطوات دي كلها مع بعضيها، وهنزل عليهم بقطعتين فراولة مقطعاهم كده مربعات. ولو مش متوفر فراولة ممكن موز او اي نوع فاكهة، بس اهم حاجة يكون مفيد للدايت او لمرضى السكر. وهنزل عليهم بلبن حليب خالي الدسم، او ممكن كمان تنزلي عليهم بزبادي. لو مش متوفر اللبن هتنزلي بالزبادي. بس هحط كمية اللبن اللي انتوا شايفينها، عشان انتوا كلكم عارفين ان الشوفان وبذور الشيا هتشرب الحليب معايا وهتبدأ تعمل اللي هي تتقل معايا. بس دي تقدري بقى تاكليها ممكن بعد الفطار في رمضان، او ممكن تعمليها كوجبة كده للفطار الصبح كده اول ما تقومي من النوم، بدل اي نوع من الفطار. ممكن دي جميلة جدا وبتشبع جدا الصراحة، يعني من الحاجات الجميلة جدا. بذور الشيا طبعا فوائدها كتيرة جدا، وكمان بتمتص معاكي المية اللي في الجسم كلها، فهي من الحاجات الجميلة. وكمان الشوفان كلنا عارفين اللي هو بياكلوه طبعا بتوع الدايت ومرضى السكر، لانه فوائده حلوة، وكمان بيدي كده مادة شبع حلوة قوي لما بتيجي تاكليه. بس ودي كانت الوصفة معايا النهاردة اللي انا قدمتها لكم. وكمان عايزاكم تجربوها لانها بجد حلوة للاطفال وللكبار، جميلة جدا. عايزاكم لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وان شاء الله تسيبولي لايك كده في التعليقات بالوصفة ان انتوا استفدتوا منها.